يا صباح الجمال وكل حاجة حلوة. فيديو النهاردة بقى يا جماعة هنعمل فيه وصفة من الوصفات السهلة والبسيطة والممتعة جدا. أنا عن نفسي بحب جدا النوع ده من الوصفات، وأنا بعملها بجد كده بحس بطاقة إيجابية غير عادية. هنعمل النهاردة بقى نوع من الفطاير سهل وبسيط جدا في مكوناته وكمان في طريقة تحضيره، ويكون مناسب جدا للفطار أو العشاء. بالذات في الفطار لما نكون مستعجلين وعايزين نفطر حاجة تكون سهلة وبسيطة مع كوباية الشاي، بجد مش هتلاقوا أجمل من كده. تعالوا بقى بينا نبدأ على طول علشان نشوف النهاردة وصفتنا مكوناتها وكمان طريقة تحضيرها. بس قبل ما نبدأ بالطريقة والمقادير، عايزاكم توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وكمان لو انتوا لسه جداد على القناة اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم الإشعار بكل الوصفات الجديدة. يلا بينا نبدأ. مقادير النهاردة يا جماعة مفيش أبسط ولا أسهل منها. معانا هنا طبق عميق هضيف فيه معايا نص كوباية من الحليب أو اللبن الدافي، وكمان معايا نص كوباية من المية الدافية. هضيف معاهم كده معلقة كبيرة من السكر، ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وضفت كمان معاهم معلقة كبيرة من الخل. هبدأ أضيف هنا كمان معايا بياض بيضة وصفارها هسيبه لدهن وش الفطاير. معايا كمان رشة كده من الملح. بعد كده هبدأ أضيف معاهم هنا معايا هنا معلقتين كبار من الزيت أو السمنة زي ما تحبوا، الموجود عندك والمتوفر ضيفيه. هخلط بقى كل المكونات دي كويس جدا كده مع بعض زي ما حضراتكم شايفينها كده معايا. بعد ما خلطت كل المكونات كويس جدا مع بعض وبقى الخليط معايا بالشكل ده، هبدا اضيف معايا هنا معايا نص كيلو من الدقيق. والدقيق يا جماعه نستخدم دقيق تكون نوعيتها كويسه، وكمان ننخله كويس جدا قبل ما نبدا نستخدمه. هنجيب بقى المعلقه ونبدا نقلب كده بقى الدقيق مع الخليط بتاعي بالشكل ده. استغنيت بقى عن المعلقه او الاسباتشولا، وهبدا كده اعجن الخليط كله بايدي بالشكل ده علشان احصل على عجينه قوامها يكون معايا لين وطري بالشكل زي ما حضراتكم شايفينه معايا. وكمان علشان نحصل على افضل عجينه للفطاير، هنشيلها كده من الطبق ونحطها كده على الرخامه او سطح العمل ونعجنها بايدينا بالشكل ده علشان العجينه تكون ملمسها ناعم معايا وكمان مش بتلزق في الايد زي ما حضراتكم هتشوفوها معايا بعد شويه. وده كده هيكون شكل قوام عجينه الفطاير معايا النهارده بعد ما عجنتها 5 دقايق بالشكل ده على الرخامه. عجينه طريه ولينه ومش بتلزق في الايد. هجيب بقى طبق فاضي وادهنه كده معلقه صغيره من الزيت. الزيت هنا يا جماعه بيساعد ان العجينه بتاعتنا تختمر بسرعه. بعد بقى ما دهنا الطبق بتاعنا بالزيت بالشكل ده وهدهن كمان وش العجينه، هغطيها بقى واسيبها كده في مكان دافي لحد ما تختمر او حجمها يرتفع معايا. اغطيها بقى كده بالشكل ده. طبعا في الجو الحار ده مش هتاخد معانا اكتر من نص ساعه وحجمها يرتفع معانا بسرعه، ولو في الشتاء هتقعد كده معانا ساعه تقريبا بالظبط. هنسيبها بقى كده معانا لحد ما حجمها يتضاعف. وده كده هيكون شكل العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت او حجمها تضاعف بالشكل ده. هشيل بقى من عليها الستريتش وهبدا افرغها كده من الهواء زي ما حضراتكم هتشوفوها معايا بعد شويه. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله عجينه ناجحه قد ايه، طريه ولينه وكمان مش بتلزق في الايد. هحطها بقى على سطح العمل بالشكل ده وابدا اقطعها كور صغيره زي ما انا عايزه. حجم الكوره هنا يا جماعه تقدروا تكبروا او تصغروا زي ما انتوا عايزين. انا قطعتها كده حوالي من 9 ل10 كور متوسطه الحجم. بعد كده هجيب صينيه ودهنها خفيف كده بالزيت وارصهم فيها بالشكل ده. بقى مرصتهم في الصينيه هبدا ادوس كده عليهم بايدي بالشكل ده او افردهم كده بسيط زي ما حضراتكم شايفينها كده معايا. بعد ما فردت كل الفطاير الموجودة معايا بالشكل ده، هسيبهم بقى اغطيهم واسيبهم كده حوالي مع 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما حجمهم يرتفع معايا. وده كده هيكون شكل الفطاير بتاعتي بعد ما سبتها كده حوالي ربع ساعة. بصوا بقى هنا ما شاء الله حجمها ارتفع قد ايه. هجيب بقى صفار البيضة واكون حاطة عليه كده معلقة صغيرة من الحليب او اللبن، وهبدأ ادهن بيها كده وش الفطاير بتاعتي. بعد ادهنت كل الفطاير بخليط التلميع اللي كان موجود معايا، هجيب بقى سكينة او عجلة البيتزا وابدأ احددهم بالشكل ده. بجد يا جماعة بتديها شكل جميل جدا بعد التسوية. بعد كده بقى هبدأ اجيب سمسم وارشه كده فوق الفطاير بالشكل ده. وكمان معايا حبة البركة، الاتنين يا جماعة مع بعض بيدوها طعم هايل جدا وكمان ريحتهم بتبقى جميلة جدا وقت التسوية. بعد ما ضفنا للفطاير بتاعتنا سمسم وحبة البركة، هنتكلم بقى عن التسوية. هندخل الفطاير بتاعتنا النهارده في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، وهنكون مشغلين النار من تحت بس.
وهحطها في الرف الاوسط. هتقعد معانا كده في الفرن من 25 ل 30 دقيقه. بعد كده اول ما نلاقي الجوانب بتاعتها احمرت هنطفي عليها النار من تحت ونشغل كده عليها شوايه حوالي 5 دقايق لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي الجميل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله بجد مفيش اجمل واروع ولا اسهل من كده. يعني بشوية مكونات بسيطة ومقادير موجودة عندنا في كل بيت قدرنا نعمل بيها الجمال ده كله. وغير كده كمان كفاية ان احنا عاملينها في البيت وضامنين جودتها وكمان نظافتها. بجد تستاهل ان انت تقومي تعمليها حالا. يلا بقى بسرعة جربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة دي سهلة البسيطة خالص وان شاء الله هتعجبكم. هسيب لكم مقادير وصفتنا النهاردة كلها مكتوبة في الوصف تحت الفيديو. وبالهنا والشفا مقدما لكل يجربها. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده معاكم. اتمنى بجد فيديو النهارده وصفه النهارده تكون عجبكم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده على طول علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وكمان لو لسه مش مشتركين في قناه اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حلوين.